اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يوم جديد وهنطبخ وهنعمل الغدا وهنعمل حاجة حلوة. يعني النهاردة يوم كده ايه، دسم كده، دسم في الطبيخ. بصوا بقى، احنا هنعمل النهاردة الغدا معاكم، وكمان هعمل معاكم إيه، حلويات. حلويات احنا بنجيبها، مش حلويات يعني قوي، هي معجنات. احنا بنجيبها اكياس كده من السوبر ماركت، بتبقى فيها عينات، وولادنا بيحبوها قوي 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 بقى. انا هعملها بكوبايتين ونص دقيق، هيعملوا ايه فرح، بجد هيعملوا كمية كبيرة جدا. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي انا هسلق الفرخة هسلق الفرخة. وبعد ما هسلق الفرخة هنعمل بقى أكلة أنا بعشقها، ويمكن أكتر فيديوهاتي بتنزل بالأكلة دي. المهم هسلق بقى الفرخة بالبصل وبالورق لوري والحبهان، بقى عندك جزر حطي، عندك طماطم حطي، اللي عندك حطيه. المهم، وطبعا المية، وتسيبي بقى الفرخة لما تستوي خالص. بس فانا بقولك بقى النهارده هنعمل شويه معجنات كده حلوين جدا جدا بكوبايتين ونص دقيق، بجد هعمل كميه محترمه. ولادك هيحبوها قوي. انا قعدوا بناتي بعد الغدا لما عملتها قعدوا ياكلوا منها، وفاض منها لتاني يوم كمان. بجد كان تحفه جدا وطعمها رهيب. وبكوبايتين ونص دقيق هتشوفوا دلوقتي في الفيديو ايه هي طريقه المعجنات دي. زي ما انتوا بقى شايفين دلوقتي بقى بشوح الفراخ وهسلقها، وهنبتدي في الغدا. ممكن بقى اللي متابعني، يعني مع اني عارفه ان مفيش حد بيتابعني الا قليل جدا، المهم كل فيديوهاتي معظمها بتبقى الاكله المحشي. محشي انا على طول. بص، هو شتا يعني ايه؟ شتا يعني محشي. شوربه العدس بقى يا سلام. الحاجات اللي هي بتدفي. فانا هعمل النهارده المحشي ورق عنب، وهعمل ممبار، وهعمل فراخ معاك وهي بسلقها، وهحمرها برضك بقول لكم هتبقى بقى هحمرها بحته سمنه بلدي كده، وهتبقى عظمه بجد فظيعه. بصوا، بصراحه كل شيء اسمه نصيب. ليه بقى؟ انا كنت متفقه امبارح مع محمد والبنات اللي انا هعمل شوربه العدس. قلت شوربه العدس ايه بس؟ قلت لا، ما بديهاش بقى، ما اطلع كده ايه ورق عنب، واطلع ايه فرخه، واسلقها، واعمل بقى شويه محشي حلوين كده من من ورق العنب بقى والممبار. حاضر يا حبيبتي. المهم زي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى جبت حله، حطيت فيها ميه، وسبت الميه لما تغلي، حطيت فيها شويه ملح، وهسلق ورق العنب علشان بقى اعمل حله ورقه العنب. بصوا الاكله دي، انا بصراحه المحشي بعشقه بكل انواعه بقى. والله لو محشي فلفل الوان مثلا، وكوسه وبرنجان، بعشقه. محشي كرنب، ورق عنب. الحاجات دي بصراحه بتدفي جدا خصوصا في الشتاء، وبتبقى طعمها رهيب. بتبقى بقى انت عايزاها بقى بعد ما تاكلي كده، يا سلام لو تنامي يا سلام. معلش يا جماعه كان جالي تليفون. المهم بقى مش فاكره كنت بتكلم في ايه بالظبط. فالمهم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بسلق الورق العنب. يا دوبك بس لما تحسي ان الورقه اتصفرت منك، انت اول ما بتحطيها على الميه مغليه، الورقه نفسها كده تحسي ان هي بتصفر. بتصفر سنه، فبتقومي شايلاها بقى كده زي ما انتم شايفين، هو غير لونه. طبعا الفرخه طبعا على النار سايباها تستوي. انا عامله الغطا بتاعها مواربه كده علشان ايه، لقيت الشوربه بتنزل على البوتاجاز. المهم طبعا انا الفرخه موطيه عليها النار، انا بحب اسوي اي لحوم على نار هاديه جدا. بس كده. فالورق العنب خلاص استوى. زي ما انتوا شايفين بقى جبت الحله. انا دلوقتي هحشي ورق العنب بقى الرهيب، انا بعشقه. عاملاه بقى بدبس الرمان، فظيع فظيع بجد. يا سلام بقى على البطاطسايه ده اهي، والله تاكليها اكتر من المحشي. بصراحه بتبقى رهيبه، وشاربه بقى من طعم المحشي وشاربه من ورق العنب. خطيره خطيره. بس عيبه اللي هي بتسود معاكي، علشان طبعا ورق العنب بينزل لونه، فايه بتسود معاكي. بس بصراحه بتبقى طعمها فظيع جدا. زي ما انتم شايفين بقى قطعت بصلايه وبطاطسايه، ورشيت عليهم شويه ملح وفلفل اسمر، وهدعكم كده مع بعض، وتبقى فرشه للحله من تحت. وكنت انا عملت التسبيكه. طبعا التسبيكه عملتها معاكم كتير جدا. فهبدا بقى ان انا احشي شويه ورق العنب العسل دول،
وهسويه. وبس كده. وبرضك من نفس الخلطة دي بتاعة المحشي هعمل بيها شوية ممبار، بس ممبار بقى مشطشط. يا سلام، يا سلام بجد. صدقوا انا بسجل كده الفيديو بصراحة انا جعت. هخش دلوقتي اخد بقى شوية ممبار كده، ممبارتين تلاتة كده، مع شوية ورق عنب، مع حتة فرخة، لاني انا خلاص اتغدينا. بس ثواني يا ايلين، لازم يعني تغني؟ لازم تغني؟ المهم، هخش دلوقتي اخد بقى شوية ورق عنب كده، مع حتة فرخة صغننة كده، مع ممبارتين. يا سلام. بصوا بقى، جبت بقى دبس الرمان، وهحط عليها دبس رمان، بتبقى بصراحة خطيرة بدبس الرمان. ورق العنب بيبقى حلو جدا بدبس الرمان. هو كمنه في التلاجة عندي، فتحس ان هو مجلد شوية، فهحاول ان انا انزله. وهحط عليها هسقيه بالشوربة بتاعت الفراخ، وهيبقى رهيب. بس كده. هحط بقى زي ما انتم شايفين الشوربة. والحلة التانية ديت، ما اعرفش الفيديو انا لخبطت في الفيديوهات ولا ايه. فالحلة الستانلس ديت انا بسلق فيها الممبار. مش عارفة الفيديوهات عندي اتلخبطت معايا ولا ايه. المهم، بس دلوقتي هتيجي ال الحتة وانا بحشي الممبار فيها، وبحطه عشان يتسلق. شفتوا لما بقول لكم الفيديوهات اتلخبطت عندي. المهم ايه، كنت حشيت خلاص الممبار، وحطيت بقى في الحلة بتاعته شوية ملح، وهسلقه. وحاطه بقى ورق لوري، كنت حاطه فيه ايه تاني، وكنت حاطه فيه حبهان. وهبدأ بقى ان انا اسلقه في في المية بتاعته. وده المنظر النهائي. كنت انا حمرت خلاص الفراخ، شايفين المنظر خطيرة خطيرة، وليمة كده بجد. شكله كان تحفة جدا، ولا الطعم رهيب. حمرت بقى الفراخ بقى حتة سمنة بلدي. و بس الممبار شكله هنا غامق، والله هو في الحقيقة كان تحفة، لونه تحفة. البطاطسايه اللي انا بقول لكم شكلها هيبقى غامق، شايفين هي غامقة شوية، بس طعمها عشان واخدة من طعم ورق العنب، بس طعمها بجد فظيع. انا هعمل ايه بقى حلويات؟ انا هعمل ميني مولتو. بس بجد بجد فظيع. عبارة عن كوبايتين دقيق، مقاديره سهلة جدا، مش هتاخد في ايديكي يعني وقت كبير. وفي التخمير هو مش بيبقى فيه خميرة، بيبقى محطوط فيه بيكنج باودر. فيدوبك بس بتسيبيه يريح، قولي ايه، ربع ساعة كده. زي ما انتم شايفين بقى، حطيت كوبايتين ونص دقيق. وهحط في حدود معلقة لبن بودرة كبيرة شوية. شايفين في حدود معلقة كبيرة. طبعا من اللبن البودرة بيبقى حلو قوي معاها. حطيت زبدية. الزبدية دي في حدود 100 جرام. عايزة تزودي في الزبادي هتبقى برضك حلوة جدا. وحطيت قولي معلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر، ورشة الملح. وهبدأ ان انا اعجن بقى فيها، وهسيبها تريح قولوا ربع ساعة. لان هو مفيش فيها خميرة، هي فيها بيكنج باودر بس، فهيريح معايا. العجينة تريح مش اكتر من كده. لا، انا هحط كمان لبن زي ما انتم شايفين اهو، في حدود قولوا مثلا ربع كوباية اللبن. لحمة مفرومة اللي انا كنت حطاها في الجنب دي، كنت عايزة اعمل في العشاء بتاع ده اسمه ايه، اللي بالبرنجان اسمه ايه يا جماعة، حد يفكرني؟ مسقعة. كنت عايزة اسبك اعصجها واعمل شوية مسقعة. ففعلا بعد ما خلصت العجينة ده وخلصت المولتو، عصجته وعملت شوية مسقعة في العشاء كده. عملت طبق حلو، وخدت التعصيج، بقيت التعصيج عينته في الفريزر. المهم ايه، جبت بقى الشوكولاتة الخام. زي ما انتم شايفين كده، قطعتها قطع كده صغننه. قصدي العجينه سايباها تريح معايا عقبال بس لما تقطعي الشوكولاته الخام. يبقى عايزه تجيبي شوكولاته خام مثلا دريم، عايزه تجيبي اي منتج عادي، بس تكون منتج طعمه حلو. ده بتاع سما، حلو جدا طعمه حلو، بيعجبني بصراحه. وشويه المولتو دول ما كلفكوش حاجه، وفي نفس الوقت حاجه حلوه كده لاطفالك. بجد هيعجبوا بها قوي. يعني هيكلفوكي كام؟ 30 35 40 يا ستي. بس بصراحه حبه حلوين جدا، وانت اللي عاملاه في البيت حاجه نظيفه تقدميها لعيالك، وانت اصلا واثقه من نظافتها. زي ما انتم شايفين بقى، جبت العجينه، وهبدا ان انا افردها كده على شكل، على احاول على شكل دايره.
وهجيب بقى السكينة وابدأ ان انا اعملهم مثلثات رفيعة علشان يعملوا معايا شكل المولتو. طبعا انتوا عارفين شكل المولتو بيبقى، هتشوفوا دلوقتي زي ما انا بعمل كده مثلثات طويلة ورفيعة معايا. سهل خالص خالص خالص، ما خدش في ايديا حاجة. ومش بقى هسويه في الفرن، لا لا لا، مش هسويه في الفرن، لا. هتشوفوا دلوقتي انا هسويه ازاي. ممكن حد يقول ما اكيد هتسويه في الفرن، امال هتسويه ازاي؟ لا لا، صدقوني مش هسويه في الفرن، هسويه هتشوفوا، مش عايزين نستعجل. زي ما انتم شايفين بقى، فردت كده العجينة وعملتها على شكل مثلثات طويلة، وحطيت في كل قطعة من المثلث شوكولاتة خام. هبدأ بقى ان انا اقفلها من الجنبين علشان وانا بسويها الشوكولاتة ما تسحش وتطلع من الجنوب. شايفين انا عملت ايه؟ قفلتها من الجنبين الاول، وبعد كده شايف انا عايزه بس اوريكم، مش عارف دي مش ظهر، بس انا قفلتها من الجنوب وبعدين عملتها لفتها حوالين بعضهم كده. شايفين بحاول ان اقفلها علشان لما تيجي تسويها ما تطلعش الشوكولاته تسيح، فتقوم طالعه من الجنبين كده، ما يبقاش ظريفه، فالشوكولاته منك تتحرق. بصراحه رهيبه رهيبه رهيبه، وعندي البنات حبوها جدا وطعمها فظيع. انا بحاول اقول لكم ان شوفي شايفين بقفلها ازاي. لو لقيت حته عجينه مثلا كبيره بقوم مزوده الشوكولاته فيها شويه علشان تبقى ايه، ما شاء الله كده مليانه في كده شوكولاته وطعمها كده رهيب رهيب. وبقفلها زي ما انتم شايفين كده، هقفلهم بقى كلهم. بس بجد جربي الوصفه دي، بقولك مش هتاخد في ايديكي على ما تسويها حتى نص ساعه، وما بتاخدش حاجه في التسويه. ايوه انا بقى هحمرها في الزيت، ايوه هحمرها في الزيت. بصي بقى، انا جبت طاسه وحطيت فيها شويه الزيت، وهحمرها بقى في الزيت على نار يعني متوسطه كده. رهيبه، بوريكم شوفوا بالجناب مقفوله كويس عشان الشوكولاته ما تسحش مني، ف فتسيح معايا والشوكولاته تتحرق وتبوظ برضك شكل المولتو، وهيبقى طعمه حلو وكل حاجه، بس برضك لازم تقفلها كويس. هحمره بقى على الوجهين كده. خطيره 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 بجد، جربيها مش هتندمي. واطفالك مش هيحبوها، هيعشقوها. يعني انا عندي بنتي رودي والله بعد ما عملتها لها قالت لي يا ماما بعمليها على طول. فان شاء الله المره الجايه هحشيها برضك حشوات تانية مختلفه، ممكن جبنه، ممكن مثلا لو عندك سوسيس، عندك ايه تاني، والله لو عندك لحمه مفرومه، مثلا فلفل الوان مثلا مع قطع مثلا جبنه موتزاريلا او وشويه زيتون، جبنه شيدر فيها. اي حشو هيبقى تحفه وهتبقى رهيبه. شايفين بقى اللون؟ شايفين اللون وجماله؟ رهيب رهيب رهيب. وانت دلوقتي هتشوفوا بقى الشوكولاته جواها سايحه ونايحه، وحاجه كده من الاخر، بجد حاجه كده من الاخر. يا سلام. هقلبها طبعا، هحاول ان المولتو كلها القطعه الكامله تاخد لون موحد، ما يبقاش حته غامقه وحته فاتحه. انا كده بقى حمرت دول وهحمر الباقي. شايفين بكوبايتين ونص دقيق عملوا كميه قد ايه؟ شايفين ولا مش شايفين؟ عملوا كميه محترمه جدا، بس ما اعرفش ليه هو في التصوير بيبان غامق، انا مش فاهمه. انا قدامه يعني عمري ما هسيبه لما يغمق، بس بصراحه هي لونها ذهبي في الحقيقه ورهيبه، وطعمها جبار، والشوكولاته سايحه ونايحه يا جدعان بقى، وايه حاجه كده من الاخر. هبدا بقى احمر الباقي. بوريكم اللي هي مقفوله من الجنوب. بصراحة خطيرة. دلوقتي بقى هفتحها معاكم واوريكم المنظر اللي يا خراشي يا خراشي، شايفين المنظر؟ لا لا، جبارة جبارة. وطبقات كده، تحسي هي طبقات. شايفين المنظر؟ اوريكم الطبقات، شايفين؟ جربوها مش هتندموا. سهلة خالص بجد. انت مش تكملك ما بسيبهاش تتخمر، لان فيها بيكنج باودر بس، فتسيبها تريح فمش هتاخد في ايديكي حاجة. ومش مكلفة. يعني اللي باكل الشوكولاتة اللي هي الخام دي ب20، وكوبايتين ونص دي اصلا بيبقوا عندك. ف حلو قوي. دلوقتي بقى كانت خلاص خلصتها. يا سلام. بس كده شايفين المنظر النهائي؟ خطيرة بجد خطيرة. انا جبت لكم برضك وانا بحمر تاني اهو،
وانا بحمرها. ده بقى بصوا ده لونها اللي انا يعتبر طلعته عليها يعني. معرفش ليه في الفيديو في المقطع اللي فات كانت تحس لي غامقة. لا بصراحة رهيبة، فظيعة بجد. بس كده ده الفيديو بتاعي، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا في حفظ الله.